نرمين عايزين رقم السمسار اللي انتي خدتي عنده الشقة في راس البر. يا نرمين اكتب لنا رقم السمسار. يا نرمين لو سمحت نزل لنا رقم السمسار. يا نرمين عايزين الشقة اللي انتي كنتي ساكنة فيها. كل دي اسئلة كانت بتتسأل لي وانا مش قادرة ارد عليها ومحتارة اعمل ايه. وكمان في حبايب من المتابعين نبهوني لحاجة انا مش واخدة بالي منها. يا نرمين مع احترامي لحضرتك مفيش الاسعار دي دلوقتي يا مدام نرمين. الاسعار دي مش موجودة دلوقتي. طب يا ترى الاسعار وصلت لفين؟ انا مش عارفة. وانا صورت الفيديوهات بتاعة الشقق وانا موجودة هناك. طبعا هناك ما عنديش نت، فكنت بصور هناك ونزلت الفيديوهات دي بعد ما رجعت من هناك. فطبعا انا كنت هناك وكنت عارفة ان كل يوم بسعر مختلف. المهم، ازيكم يا حبايب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو انت اول مرة تزوريني فانا نرمين ودي قناتي نرمين والحبايب، وانتوا احلى واجمل الحبايب. انزلي اعملي اشتراك في القناة وفعلي الجرس على كلمة الكل عشان تشوفي الفيديوهات الجاية. مصورلكم شوية فيديوهات في راس البر في الاماكن الحلوة اللي انا حبيتها هناك، ان شاء الله تعجبكم. ما تنسيش اللايك للفيديو ده لو عجبك. بصوا بقى يا امارات، هو طبعا الاسعار بتتغير، فانا ما كنتش عارفة اكتب رقم سمسار والسلام. لاني يعني ايه الاسعار اكيد مش هي، وانا مش عارفة اعمل ايه، وحابة ان انا اخدم متابعيني. فانا في الاول ما كانش معايا اي ارقام للسماسرة. انتوا عارفين ان الحاجات دي الرجالة اللي بتتكلم فيها. فاحنا الشقة اللي كنا واخدينها كان جوز اختي اللي حاجزها، وكان في برضو مكان تاني تبع سمسارة تاني خدت فيها خالتي وجوز خالتي. فانا اعرف ان في 2 من العيلة معانا معاهم 2 سماسرة. فالمهم عشان خاطر عيونكم يا حلوين خدت الرقم من جوز اختي وخدت الرقم من جوز خالتي، وقلت لهم هاتوا بقى الارقام. وقمت انا بقى ايه دخلت واتكلمت في التليفون، كلمت ال2 سماسرة عشان اعرف الاسعار واصله لفين. المهم انا هسمعكم اول مكالمة، بس ما تقفلوش الفيديو لان في اسعار وحاجات وعروض تاني جبتها لكم بعد الاسعار دي. ماشي؟ اوعى تكون نسيت تحط اللايك، ازعل قوي. بص هسمعك. الو السلام عليكم. قلت له يا انجي. الو السلام عليكم. عليكم السلام. معايا ام سامي. يا حبيبتي. بقول لحضرتك انا عمي ناجي لسه راجع من عندكم الاسبوع اللي فات، فكنت عايزه اعرف لو حد هيجي يعني تاني نظام الشقه بكام دلوقتي. هي كان اخد ايه الاسعار في العيد؟ لا كان قبل العيد، كنا واخدين في 43 10 22 كانت 250. ما سمعتش الكلام ده. طب دلوقتي ايه الدنيا؟ ده القطن ب600. ليه عالي قوي كده؟ ايه، ما احنا خلاص الموسم اشتغل. هو اشتغل الموسم من امتى؟ من العيد؟ خلاص بقى من العيد بقى. طيب ولو كانت بداية شغلنا العدكات القطن في العيد ب1000 جنيه. الايه؟ 900. القطين كانت ب800 و900 وصلت ل1000 كمان. طب يعني دلوقتي لينا احنا لو حد تبعنا جاي القطين بكام والتلاتة بكام؟ ب600 والتلاتة ب900. ما تنزلش عن كده؟ يعني لو مدة ما اسبوع هتنزل 50. يعني تبقى ب850 ممكن انزل لك 800. بس انت هتيجي امتى؟ ما هو المشكله ان بعد امتحانات ثانوي دي يا عالي ما ترفع برضه. يعني هي دلوقتي شغاله في الهادي شويه 600، بس هو ده سعرها الطبيعي خلاص. يعني الطبيعي ب 600 الشقه الصغيره. ايوه، لان الدنيا غلت، ام3 بقت ب6. يعني احنا كنا واخدين الصغيره ب150. ما عادش يا حبيبتي، دلوقتي احنا بقينا في الصيف. والفرق كان اسبوعين. 5 و6. 5 و6 كان توقيت ايه؟ ده انا راجعه 22 6. ايوه هو 6 يعني ما كناش شغالين. 6 ما كانش لسه الشغل. انا بقول لك خلاص كان ال6 مضروب برضه. اصلك انا قلت الناس قرايبي كده قالوا لي ما فيش دلوقتي قاتلنا شقه زي كده. من انا ما فيش الكلام ده. ايه صعب تلاقي حاجه زي دي.
يعني الشقة الأوضتين آخرها كام يا أم سامي، عشان لو حد عايز؟ يعني المهم انت هتنزلي امتى؟ ما انا ممكن اقول لك السعر ده وتيجي تلاقي الاوضه ب 1000 جنيه، ما اعرفش اديلك بالسعر اللي انا قلت لك بيه. اللي هو في خلال الأسبوع ده كام؟ خلال الاسبوع ده 600، ممكن اوصلها لك لو اسبوع مقفول 500 لك عشان خاطر. 500؟ بس اقل من كده ما اقدرش اقول لك. الصغيرة؟ القطين. والكبيرة؟ يعني 800 بالظبط، زي ما انا مثلا بمشيها الوقت اسبوعيا. 800 وفيها الغسالة بتاعتها سمعتوا يا حبايب؟ كده دي اول سمسارة كلمتها، قعدت فاصل واتكلم معاها، قالت لي الاخر هيكون 500 الشقة الصغيرة و800 الشقة الثلاث اوض، ماشي. وطبعا استاذ عماد كلمته امبارح وقال لي نفس الرينج بتاع الاسعار. فانا فكرت طب يعني برضو الاسعار كده عالية قوي على متابعيني، طيب نعمل ايه؟ حتى يا جماعة لو الناس قادرة يعني، فاحنا يعني اولى باي خصم يجي، انتوا عارفين دلوقتي كل الظروف صعبة يعني. فالنهاردة اتكلمت تاني مع استاذ عماد، ودخلت بقى اللي هو ايه، دخلت بصوا يا استاذ عماد انا عندي قناة على اليوتيوب وعندي متابعين، وانا صورت هناك الشقة اللي انا كنت فيها، والمتابعين جم وعايزين الشقة، بس انا عايزة اطمن على الاسعار وتديني اسعار خاصة لمتابعيني علشان اودي لك الناس انت، لان انا في ناس تاني كتير يعني. بصوا هناك في راس البر تمشي تتكعبلي في سمسرة، وانا اكيد بحكم ان كنت هناك فمعايا رقم كذا سمسار، يعني اليوفط هناك اكيد اللي راحوا هناك عارفين كتير. بس انا مش عايزة اي حد والسلام، انا هتواصل مع اللي مصلحة متابعيني معاه، اللي مصلحتي معاه. فانا دلوقتي مصلحتي ان انا اجيب اقل سعر للمتابعين اللي هيروحوا هناك ويتعاملوا معاملة كويسة، وما يجيش مني من ناحية السمسار اي شكوى. فانا كلمته وهو قال لي على اسعار مميزة قوي، بس علشان التسجيل يبقى يعني ايه مركزين فيه، فانا بدل ما انا اقعد كده وارغي قدامكم كده، فانا هركب لكم المكالمة على تصوير الشقة عشان المتابعين اللي ما شافوش الشقق. وفي اخر الفيديو هقول لكم سلام، بحبكم قوي يا حبايبي، يا رب العروض الاستاذ عماد عاملها تعجبكم، وهسيب لكم الرقم الواتس بتاعي في اول تعليق تحت علشان اللي حابب يتواصل معاه بعتولي، وانا هكتب لكم رقم استاذ عماد على طول، ماشي. ما تنسوش اللايك للفيديو يا امارات. باي باي مؤقتا لغايه ما ايه تسمعوا الفيديو كامل بتاع الشقه مع الصور مع الصوت بتاع استاذ عماد. باي باي. ده شكل الشقه الكبيره يا حبايب، وبعد الشقه دي هوريكم الشقه الصغيره، ماشي. علشان ايه هسمع الناس المكالمة دي تقول لنا فيها الاسعار الشقة اللي انا كنت فيها، ولو في حاجة اعلى، والواجب اللي هتعمله مع المتابعين اللي هيجوا من طرف قناتي، اللي هيقول لك احنا تابع قناة نرمين. تمام. اتفضل قول. هو بالنسبة لحضرتك مدام نرمين بالشقق حاليا في راس البر الفترة اللي احنا فيها، اللي هو تاريخ النهارده 9 أو من 10 7 إن شاء الله، الأسعار في حاجة بتعمل لها 450 جنيه في الليلة، في حاجة بتعمل 500، في 550، في 600. تمام. في الفترة اللي احنا فيها في الفترة اللي احنا فيها حاليا على مدى أسبوع. تمام. ما توسع لنا خلالنا لمدة 10 أو 15 يوم يا أستاذ عماد. لا صعب والله صعب، لان طبعا احنا كل راس البر بتنتظر ان الثانويه العامه تخلص، والثانويه العامه تقريبا هتخلص يوم 13 او 14 7 تقريبا، 13 14 7. طبعا الدنيا هنا هتتغير خالص، يعني الشقه اللي بتكلم حضرتك عليها دلوقتي 450 جنيه هتعملها 600 جنيه. يعني برضو دي فرصة زي اللي احنا خدناها ب150، ان الفرصة لو حد حابب يلحق الوقت ده قبل ميعاد برضو الثانوية العامة الدنيا هتغلى اكتر. والله اولا العروض اللي احنا بنعملها دلوقتي عشان متابعين قناة حضرتك، تمام، قناة نرمين الحبايب. طيب يعني حضرتك دلوقتي الشقة اللي كانت ب150 انا واخداها، دي هتعمل لها كام دلوقتي؟ هي مسألة التوقيت اللي حضرتك كنت فيه يا مدام نرمين.
ما انا اللي عارفه، انا كان قايله الذهب لهم بالنسبه لنا. بامانه، قايله لهم اه في الفيديو انا واخده، كنت في مرحله تانية، كان قبل ما الصيف تمام. يدخل يوم 15 اه 6 ماشيه 22. احنا تمام. بنتكلم من يوم 10 7 لغايه كام؟ من 10/7 ل 15/7 ان شاء الله. تمام. الاسعار اول 16/7 شغال مع حضرتك ان شاء الله ل 16/7. تمام. لغايه 16 7. عندنا الاسعار بتبدا من 450 جنيه، في 500، في 550، في 600 جنيه. طب ما تمشيش الشقه اللي هي كانت ب 150 تمشي ب 400؟ اللي اقدر اخدم فيه مدام نرمين والحبايب ان انا اكتب لهم الشقه ديت في حاجه في العيشه في نفس المبنى، هي مم. بتعمل لها 450 جنيه. تمام. هي مم. بتعمل لها 500 جنيه. طبعا ده بالنسبه لحضرتك ولضيوف متابعين حضرتك. يعني استثناء يعني. 450 500. ان شاء الله. لو سألنا اي حد تاني مش هنلاقي اقل من كده؟ والله حضرتك هي سلعه وعرض وطلب. انا قصدي ان احنا الجمهور. عايزين اقل انا حاجه فاهم تبقى عند استاذ عماد. انا فاهم والله. هو حاليا مواضيع هتغير بعد 15 سنه مدام نرمين. ما هو الناس اللي هتسمع دي اللي عايزه تسافر على طول ما هو برضه عشان نأكد وبرضه على معلش الفيديو جمهورك بيبقى الطيب. مكمل. لما احط رقم حضرتك اكيد الناس ممكن تسمعه كمان اسبوعين، تتصل برضه وتقول لك ان هي تعرف نرمين والحبايب، فتعمل لهم برضه تخفيض. حضرتك فاهمني؟ والله ده موضوع خلصان بالنسبه لنا. اي حد من طرف حضرتك اعتبر الموضوع خلصان. اكيد بتراقبه بعيد عن الزبون او الناس اللي جايه بعيد عن متابعين حضرتك. العملاء تمام. اللي بنعملها دي لحضرتك بس، استثناء لجمهور حضرتك وجمهورك، استثناء. ما هو ده اللي تمام. انا حابه يعني اخدم بيه متابعيني، ان يا جماعه اي نعم انا خدت الشقه ب 150 و250، بس دلوقتي ده الموسم، فاحنا برضو بنجيب اقل اسعار. يعني تمام. الشقه من 450 الصغيره او 400. الشقه الاتنينات عموما اللي الغالي فيها 450 جنيه. تمام. باستثناء مثلا شقه فيها في الارض مثلا البلكونه البرندة بتاعتها كبيره بتعمل لها 500 جنيه. اولا فرق 450 من ال 500 مش حاجه بالنسبه للكرام، للضيوف الكرام اللي جايين تبع حضرتك. وهنا بيختلف السعر برضه عن الناس اللي جايه بعيد عن حضرتك، يعني بعيد عن قناه حضرتك، يعني بنتكلم معاهم في حاجه ثانيه. ما اولا هو هي بقول لحضرتك اللي رايح اللي يصيف يعني برضو بيبقى أولى هو ب50 جنيه، فاهمني؟ 50 جنيه في أسبوع يعمل له بتاع 350 جنيه، فبرضو يعني راعينا لو في 50 جنيه ادهالنا مش مشكلة. خلينا مع حضرتك هنسوي الاسعار كلها 450 جنيه. تمام. 450 جنيه الأوضتين. بالنسبه للغرفتين. طب ولو ثلاثة؟ الثلاثه هحسبها لحضرتك ان شاء الله 600 جنيه. 600 جنيه الثلاث غرف. نكمل بس احنا اضافه لحضرتك. مش اضافه لقناه حضرتك يعني عن التعليق. يا رب واحنا اضافه عشان برضو نقول لحضرتك او لجمهورك الطيب ان احنا بنكمل معاكي للنهايه، وبنكمل معاكي باسعار كويسه. تمام. فاسعار برضو صعب ان هم يلاقوها. يعني احنا لو جينا سالنا استاذ عماد بعيد عن القناه مش هيقول لنا الاسعار دي، هيبقى في اسعار تاني. هو مساله ان السعر اللي بديه بعطيه لحضرتك دلوقتي والمتابعين حضرتك، السعر ده انا بعطيه للزبون بتاعنا نفسه. تمام. ما هم يعني هم من طرفي اكننا زباين. لا مش كأننا زباين، اصحاب حضرتك صاحبة مكان. يا رب بالتالي بعتبر جمهورك الطيب كأنه حد معانا من سنين. طبعا اكراما لمدام نرمين. يا رب يكرمك. الله يحفظك. تسلمي. خلاص يعني الثلاث اوض ب 600. تاني انا تحت امر حضرتك. انا هسيب رقم حضرتك تحت في اول تعليق، والناس ان شاء الله هتتواصل مع حضرتك، ومش هوصيك بقى على حبايبي عشان ان شاء الله يعني احسن واجب معاهم، وانا واثقه فيك يا استاذ عماد. اعتبر ان الموضوع خلصان. تسلمي كلك ذوق. ماشي يا استاذ عماد. ماشي. باي باي يا حبايبي.